لو انت ثانويه عامه وبتفكر تقسم، فاحب اقول لك ان الفيديو ده ما ظلكش صدفه، لا الفيديو ده معمول لك قبل ما تقسم كده. اسمعني بس كده وان شاء الله تبقى نشوف هتقسم ولا لا بعد الفيديو ده. طيب اول حاجه، فكره التقسيم دلوقتي حرفيا جالكم كلكم، انا بقول الكلام ده من دماغي، لا انا دلوقتي معايا طلاب في الاكاديميه شبه يوميا بكلمهم، شبه يوميا اي حد مش قادر يذاكر، اي حد حاسس ان هو تعبان يقول لك انا هقسم. سلمى انا خلاص هقسم ان شاء الله السنه الجايه هبدا جد، ان شاء الله من اول يوم في السنه هذاكر جد. طب انا هسالك سؤال، بالله عليك بالله عليك، انت كل سنه مش بتقول نفس البق ده؟ مش انت في سنه تانية ثانوي وقلت انا في ثالثه ثانوي هبدا اجد من اول يوم؟ في تانية اعدادي قلت ثالثه اعدادي هبدا اجد من اول يوم؟ اولى ثانوي لما تيجي تانية ثانوي قلت هبدا اجد في اول يوم؟ مش انت دايما بتقول الكلمه دي؟ انت بتقول كده ليه؟ عشان رايح ضميرك وتاجل المشكله. احنا نحل المشكله ونقعد نذاكر؟ لا 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 سلمى، احنا ناجلها للسنه الجايه ان شاء الله ونبقى نشوف لها حل. احب اقول لك ان انا معايا ناس مقسمين وهم ما بداوش برضه. تخيل مثلا يكون شخص مقسم اصلا ما بداش، لسه ما بداش برضه في تاني سنه ليه. فما تفتكرش ان انت هتقسم فالسنه الجايه هتبقى الدنيا حلوه، هتبقى الدنيا جميله والكلام ده. احنا ما نعرفش، كل شويه النظام بيتغير. اديك شايف السنه دي الناس اللي كانت مقسمه ومأجله النظام اتغير، الجيولوجيا اتضاف عليها حاجات والفرنساوي اتلغى. اديك شايف اللي بيحصل. برضو بعد كل التغيرات اللي بتحصل دي كل شويه نظام جديد، مش عارفه نظام البكالوريا والحاجات اللي عماله تطلع دي برضو ناوي تقسم ناوي تأجل. نصيحه مني ابدا جد، لسه باقي 20 يوم كافيين يخلوك تلم المنهج، وان شاء الله كافيين يخلوك تنجح كمان. الناس اصلا حتى بدماغها هو انا هنجح، هتنجح باذن الله. اصلا الامتحانات بتتعمل عشان تنجح، خصوصا كمان لازم تستغل السنه دي لان النظام شويه اتغير، فان شاء الله هيحاولوا يحطوا امتحانات تخليكم كلكم تنجحوا في النظام ده. فبالله عليك لو انت ناوي تاجل او ناوي تقسم توكل على الله، واوعى تقسم واوعى تاجل. لكن طبعا لو انت صليت صلاه استخاره وربنا خلاص هدى قلبك فعلا، انت خلاص صليت صلاه استخاره ولقيت ان انت مرتاح لفكره التقسيم، توكل على الله. ولكن انت خلاص صاحي من كل يوم مش عايز تذاكر اصلا، مش طايق نفسك، ده طبيعي ده طبيعي يعني، مفيش اصلا حد بيحب المذاكره. بالله عليك اوعى تاجل، لسه في وقت، لسه في وقت، وان شاء الله ان شاء الله تلحقوا. بس اوعوا تاجلوا او اوعوا تقسموا، لانكم بجد بجد مش هتقدروا تعيشوا تاني في نفس السنه وفي نفس الضغط وفي نفس النفسيه والكلام ده كله.